السلام عليكم. الشقة اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي هي في الدور الأول في الفاتح. هتشوفوا كل الصور بتاعتها بالتفاصيل التامة. الشقة ديت مكانها فين؟ جنب محطة ترامواي تشابا اللي هي في الفاتح اسطنبول، جنب محطة ترامواي تشابا اللي جنبها المستشفى. جنب المحطة ديت فندق زادة، بعديها الحسكي يوسف باشا. يعني انتوا في المكان اللي حواليكوا كله المطاعم. الشقة في الدور الكام؟ الميزة الجميلة اللي هي في الدور الأول. أنا بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير بيحبوا تكون الشقة في الدور الأول والتاني أو الأرضي. فالشقة يعني مكان حلو قوي، وفي نفس الوقت الدور الأول خطوتين تطلع وعليها بلكونة هتشوفوها دلوقتي. المالك طالب فيها كام؟ طالب فيها 82,000 دولار. أنا أسيبكم دلوقتي تشوفوا الشقة مع بعض، بس حاجة صغيرة عايز أقولها من القلب مباشرة. حضرتك لما هتيجي هتقعد مع المالك وحصل نصيب واتفقتوا خلاص، احنا كدورنا هنكون معاكم في كل خطوة لغاية ما تاخدوا الطابو. وبعد كده لو احتجتوا أي حاجة إن شاء الله، احنا بالنسبة لنا وانتوا كأن احنا عيلة واحدة. أتمنى التوفيق للجميع. يلا بينا دلوقتي نشوف صور البيت. الشقة ديت مساحتها 55 متر. هي غرفة وصالة؟ لا، هي غرفة ونص وصالة وحمام ومطبخ وبلكونة. الشقة ديت في الدور الأول. الميزة الجميلة، الشقة ديت في الفاتح جنب محطة ترامواي تشابا، اللي هو جنب المحطة بتاعت فندق زادة اللي بعد كده يوسف باشا والحسكي. المالك عايز فيها 82,000 دولار. الشقة زي ما احنا شايفين متجددة داخليا كويس جدا، يعني مش محتاج تعمل أي تجديدات فيها. الشقة في الفاتح في اسطنبول، والميزة بتاعتها اللي هي في المركز يا جماعة، والميزة كمان اللي هي في الدور الأول. يعني ما تقوليش التالت والرابع، أحلى حاجة الدور الأول والدور التاني بالنسبة لي.